في الفيديو اللي فات هضرنا على واحد السؤال مهم بزاف لاي واحد باغي يدخل فريلانس. واش عندك مهاره الناس مساعدين يخلصوا عليها وغادي تعاونهم يدخلوا الفلوس؟ وقلنا بان الفرق كبير ما بين واحد الفريلانسر كيحل المشكل من زاويه ماليه لواحد الكليان وواحد اخر الفوكس عنده غير في التنفيذ التقني وصافي. دابا واخا نمشيو في الفرضيه بان عندك مهاره قويه من الزاويه الماليه وكتماتشي السوق اش باغي، كاين واحد المشكل واحد اخر اللي كيبقى مطروح للفريلانسر وكيعجز عليه يفكو، وفاش كيبغي يفكو كيبغي تقنيا يكون هربان. كنهضر هنا على البورتفوليو، يعني ها هو عنده واحد المهاره طالعه في القيمه الماليه ديالها ولكن ما كايناش بلاصه جامعه للدلائل ديالها. قبل ما نبدا معكم عابر مهدي مبرمج فريلانسر، نبغيكم ديروا واحد اللايك، كومونتيو عطينا الاراء ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش تعمل فائده. شنو هو البورتفوليو اصلا؟ البورتفوليو هو تجميع منظم الاعمال والنتائج اللي كيثبتوا بانك فعلا كتقن واحد المهاره اللي كتبيع في بزاف ديال المجالات، وغادي نخصص هنايا بالذكر الديف والديزاين. كاين تعامل مع البورتفوليو على اساس انه غير تجميع ديال الخدمه اللي خدم الكليان ولا الخدمه الشخصيه ديالو، ولكن في الواقع البورتفوليو خاص تعتبر بحال شي سيفي اللي خاص يماتشي نوع الخدمه اللي كتقلب عليها. البروجيكت اللي فيه خاص يكونوا دليل على هذيك المهاره اللي غادي تبيع للكليان ديالك. خاص فاش يدخل واحد الكليان لبعض البروجيكت اللي خدمتي وكاينين في البورتفوليو يوصل بانه عندك تجربه في داكشي اللي باغي هو وفاهم شنو كدير، ماشي غير كتبيع ليه الحوت في البحر. الا كتدعي بانه كتخدم صفحات هبوط موجهه لتبيع فيها برودكتس وهاد الصفحات كيجيبوا مبيعات، خاص البورتفوليو في هذه الحاله يكون فيه تجميع ديال الصفحات الهبوط في مجالات مختلفه، نوع البرودكت اللي كانت كتبيع الصفحه، واش كورس ساس منتوج فيزيك، خدمه استشاره ولا كتاب الكترونيك. وقد ما خدمتي صفحات هبوط في مجالات مختلفه قد ما كتعطي للكليان الفكره بانك مرن وعندك القابليه بانك تفهم وتتاقلم مع انواع مختلفه ديال البرودكتس اللي موجهه للبيع. فالتجميع خاص تكون اما صوره ديال الصفحه ولا صوره ديال كل سيكشن مع التعريف ديال الهدف ديال كل سيكشن، احصائيه ديال عدد المبيعات اللي جمعات هاد الصفحات بالارقام، سرعه الصفحه من ناحيه البرفورمانس، نسخه قبل وبعد الا كمثال درتي شي ريديزاين، وري الصفحه القديمه والصفحه الجديده واشنو تبدل في الارقام، الجمهور المستهدف ديال كل صفحه، لما الصفحه موجهه واشنو المشكل اللي كتحل هذا الجمهور. الهدف هنايا هو كتليستي البراهين بانك فاش كتخدم على صفحه هبوط الارقام عندك مهمه وهي اللي كتحطها في الفوكس ديالك باش تخدم صفحات هبوط ناجحه. مثال ديال البورتفوليو عيان، بورتفوليو مضاري البوصله ولا بلغه واحده اخرى، بورتفوليو ضعيف يساوي سيت فيه تجميع ديال البروجيكتس بلا ما تعرف المشكل اللي حل كل بروجيكت على حده وبلا ما تعرف القيمه اللي جابها بالنسبه للكليان. يعني كتدخل كتلقى سكرين شوت ديال سيت تحت منها مكتوب HTML CSS جافا سكريبت، بروجيكت واحد اخر كتلقى تحت منه رياكت تايلويند، بروجيكت واحد اخر كتلقى تحت منه فيغما UI ديزاين، ويمكن يكون الشكل زوين ولكن ناقص من ناحيه الاقناع بالنسبه للكليان. علاش ناقص؟ حيت الكليان مازال خاصو يخدم الخدمه ديالك بلاصتك، خاصو هو يستنتج شنو درتي، خاصو هو يفهم واش هذا المشروع قريب للمشكل ديالو وهو يتخيل واش تقدر تعاونو ولا لا. وهنا كيهرب هذا الكليان، حيت كل ما خليتي الكليان يفكر بزاف كل ما نقصتي فرصه بانه يتواصل معك. البورتفوليو الضعيف هو اللي كيهضر على الخدمه من الزاويه ديالك تقنيا ماشي من الزاويه ديال المشكل ولا المشاكل ديال الكليان. كيكون فيه انا كنخدم بهاد التولز، انا خديت هاد الدبلوم، انا عندي هاد المهارات، ولكن ما كيجاوبش على اشنو المشكل اللي تقدر تحل الكليان، اشنو النتيجه اللي يقدر يتوقع هذا الكليان، علاش اصلا غادي يثيق فيك، واش ديجا حليتي شي مشكل ولا مشاكل في حل اللي عنده. وهنا اللي خصو يتفهم انه البورتفوليو ماشي معرض ديال التولز اللي كتميتريزي، البورتفوليو هو ملف اثبات المهارات اللي محتاج الكليان باش تعاونو يكبر البيزنس ديالو، اثبات بانك كتفهم المشكل، اثبات بان عندك طريقه في الحل، اثبات بانك سبق لك وطبقتي هذا الشيء، واثبات بان الخدمه ديالك عندها اثر ايجابي وواضح على البيزنس. دابا في المقابل اشنو هو البورتفوليو الضعيف من الجانب المالي؟ اكبر خطا اللي كيطيحوا فيه الفريلانسرز وخصوصا الديفلوبرز والديزاينرز فاش كيبغيو يخدموا على واحد البورتفوليو ديالهم هو كيركزوا على بريزونطيو التكنولوجيز اللي كيخدموا بهم وشويه ديال الزواق والجماليه اكثر ما كيركزوا على القيمه المضافه اللي كيبيعوا المشاكل اللي كيفكوا. كيولي البورتفوليو كامل داير على خدمه هذا المشروع برياكت، خدمته بتايلويند، خدمته بانيماسيون، خدمته ريسبونسيف. هاد النوع ديال البورتفوليوز موجه لواحد كيقلب على خدمه وخاصو اثبات بانه كيميتريزي واحد العدد ديال التكنولوجيز. ولكن بالنسبه للبورتفوليو ديال الفريلانسرز هاد الشيء ماشي مهم وما غادي ينفع الكليان اصلا في والو، الا في حالات نادره الا كان الكليان ديالك شي اجونس كتقلب على فريلانسرز. حيت الكليان العادي غالبا ما شغلوش تخدم بتايب سكريبت ولا بجافا سكريبت، ما شغلوش واش خدمتي بواحد الفريم ورك بالضبط، ما شغلوش واش الكود ديالك منظم ولا يستاهل في الصيانه اصلا. كمثال بالنسبه للكليان عنده برودكت باغي يبيعو عن طريق لاندينغ بيج اللي باغي يسمع هو، غادي نخدم لك لاندينغ بيج موجهه للجمهور ديالك ومبنيه باش تحول الزوار للكليان بنسبه طالعه. ولا كمثال غادي نعاونك تستركتوري العرض ديال البرودكت ديالك
ونقص الاسئله اللي كيرجعوا يتسولوا بزاف من الزوار، ونخلي الزائر يفهم علاش البرودكت ديالك مزيان وحسن من الاخرين وخاص يشريه. البورتفوليو خاصو يكون كامل داير على نوع المشاكل اللي كتحل والحلول اللي خدمتي عليهم لهاد المشاكل مع دليل ديال النتائج. وهنا كيبدا الكليان يسمع اللغه ديالو. ديما حاول تخيل راسك هو هذاك الكليان اللي عنده مشكل اللي عندك ليه الحل. سول راسك الا كنت انا هو هذاك الكليان اشنو باغي نشوف؟ واش باغي نشوف سميه ديال فريم وركس، ولا باغي نشوف واش هذا الشخص فاهم المشكل والسوق اللي انا فيه؟ واش باغي نشوف غير الزواق، ولا باغي نشوف في البورتفوليو كيفاش غادي يعاونني نحقق نتيجه؟ واش باغي نشوف بزاف ديال المشاريع، ولا باغي نشوف مشاريع قليله مشروحين مزيان وفيهم قيمه واضحه بلا ما نتوضر؟ هاد الطريقه غادي تعاونك بانك ما تطيحش في الفخ بانك كتبقى كتبيرفكت في جوانب ما غاديش تعاونك اصلا تجيب كليان. وممكن تبقى مده طويله بانك كتقاد في انيميشن ديال البورتفوليو تحط الفوكس بزاف ديال تبدل الباليت ولا تزيد دارك مود هو اصلا ما صالح والو. وممكن تكون المشكل الحقيقي هو ان البورتفوليو ديالك ما كيشرحش اشنو كتبيع اصلا. ماشي معنى هادشي بان الجماليه ماشي مهمه، ولكن الجماليه خاص ديما تكمل الرساله اللي خاص تحط عليها الفوكس للمضمون ديالها المشاكل ديال الكليان. البورتفوليو المزيان ماشي هو اللي كيواوي من ناحيه الجماليه، البورتفوليو المزيان هو اللي كيخلي الكليان يقول هاد الشخص فاهم المشكل ديالي وخاصني نهضر معاه. ما طيحش في تخدم بورتفوليو باش يشوفوا الديفلوبر في حالك ويقول لك واو ديال الديفلوبر ماشي هي اللي غادي تخلصك، واو ديال الكليان هي اللي غادي تخلصك، وهو اللي خاص تحط المشاكل ديالو في الفوكس. الخلاصه لحد الان الى الشخصيه ديالك كتماشى مع الفريلانس من خلال النمط المفضل ديال الخدمه ديالك اللي اكتشفناه في الفيديو الاول، وزدتي عرفتي الفرق ما بين الفريلانسر اللي كيبيع حلول المشاكل والفريلانسر اللي كيحط في الفوكس غير التنفيذ اللي اكتشفناه في الفيديو الثاني، وزدتي عليهم فهمتي اكثر في الفيديو ان الهدف الرئيسي ديال البورتفوليو هو تجميع الحلول ديال المشاكل الرئيسيه ديال الكليان مع دليل ديال النتائج. في هذه الحاله انت بديتي كتقرب فعلا من واحد الصوره واضحه على واش الفريلانس مناسب ليك ولا لا. حيت دابا ما بقيناش غير في الفكره العامه ديال بغيت نخدم فريلانسر حيت عجباني الحريه ولا عجباني الفكره بصفه عامه، ولينا في واحد المستوى اوضح واش الشخصيه ديالك كتماتشا مع طريقه الخدمه ديال الفريلانس، واش عندك مهاره السوق مستعد يخلص عليها، واش هذه المهاره كتعاون الكليان يربح ولا يبيع ولا يحسن النتيجه ديالو، واش عندك بورتفوليو كيثبت هذا الشيء. الا هاد العناصر ديجا عندك فانت ماشي غير كتحلم بالفريلانس ولا الفريلانس غير كتفكر فيه، انت ديجا واجد ليه بطريقه واقعيه. ولكن باقا واحد النقطه مهمه بزاف خاص تعرفها قبل ما تبدا، اللي هي واش تخرج من خدمتك وتبدا الفريلانس مباشره ولا تخليك في خدمتك وتبدا الفريلانس في نفس الوقت حتى تبني الاستقرار ديالك. وهذا الشيء اللي غادي يكون محور ديال الفيديو الجاي. اديوس.